السلام عليكم، أهلا بكم في مطبخي، مكان بتحولي فيه أبسط المكونات لأروع الأكلات. خطوات سهلة وبسيطة، نتيجة مضمونة بإذن الله. نبدأ ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة معانا وصفة سهلة بسيطة، تقدري تعمليها في 10 دقايق. نقدر نعملها مقبلات مع الوجبات اللي احنا بنعملها مع بقية اليوم يعني. أو مثلا نعملها كسناكس للولاد، او مثلا نحطها لهم الصبح في اللانش بوكس، في المدرسة او رايحين التمارين. خفيفة وسهلة وبسيطة جدا. معانا 4 حبات من البطاطس. بنهرسهم ونحط عليهم فلفل اسود، ملح، توم باودر، بصل باودر، كمون، بيضة، ومعلقتين من الزبدة يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. طبعا البيضة بنفس برضو درجة حرارة الغرفة. بنعملهم ميكس مع بعض، وتبتدي ان انتي تكوريهم او ان انتي تعمليهم صوابع، تقدميهم بالطريقة والشكل اللي انتي تحبيه. تحشيهم جبنة او تعمليهم سادة، برضو زي ما انتي ما تحبي. آه، اهم حاجة في قوام البطاطس ان هي تكون معاكي لما نفسها، يعني تقدري ان انت تشكليها او تكوريها. خدي بالك من التركه دي، عشان لو سايله معاكي قوي البطاطس تقدري ان انت تضيفي لها هنا نشا او معلقتين من الدقيق. طيب لو هي مثلا حاساها ناشفه ومش بتتشكل معاكي وبتتفرول، معلقتين او معلقه واحده يعني من اللبن. بتبهري الدقيق، معانا دقيق بقسماط بيض. بنبهر الدقيق والبيض بنفس البهارات، فلفل اسود، وطبعا هنشيل الكمون، وهنحط فلفل اسود وملح، توم باودر، بصل باودر، وايه بتبداي ان انت تمكسيهم كده برضو مع بعض، وتاخديهم من الدقيق للبيض للبقسماط. وبعد كده بتحطيهم في الديب فريزر مدة نص ساعة، او في التلاجة مثلا لمدة ساعتين بعد ما تحطيهم في البقسماط، عشان يتماسكوا معاكي، بحيث لما تيجي تحطيهم او تقليهم في الزيت او في الاير فراير بتاعتك يبقوا ماسكين نفسهم، مش ان هما لسه العجينه طريه او حاجه. تبقى اتغلفت كويس وتطلع معاكي مقرمشه من بره وطريه من جوه. هنا بعد ما خلصتهم كلهم هحطهم بقى في التلاجة لمدة ساعتين، ما حطيتهمش في الدير فريزر. فلو هتحطيهم في الفريزر بتاعك تحطيه نص ساعة، في التلاجة ساعتين. وفي طاسة فيها زيت، وتبتدي انك تقليهم. لو وصلت